السلام عليكم. غنبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم في اطار الحميه الغذائيه غنقترح عليكم واحد بيتزا لي فيجيتال طبيعيه بالخضر، جميع الانواع ديال الخضر تقريبا، وطبيعيه بدون جبن وبدون دقيق. يلا تبعوا معايا الفيديو، ما نحرق لكمش المراحل، وما تنساوش اعملوا لي لايك وبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم باش يوصلكم كل جديد، وحاولوا تفاعلوا باش دائما ننزل لكم الوصفات مزيونين وسهلين بحال هادي. ما كتجيش ديك التعليكه ديال الجبن ديال الموتزاريلا، وانما المهم واحد الحاجه اللي صحيه، وحتى الانسان اللي عامل اللي متبع شي حميه غذائيه ما يتحرمش حتى هو من تناول ديال البيتزا. يلا تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. دابا عندي هنايا البرنجان قطعته دوائر، والقرع خضراء قطعتها، رشيت عليهم فتيوته ديال الزعتر وفتيوته ديال الملح وقطره ديال زيت زيتون كيف ما كتشوفوا. دابا غندخلهم من الفران ان شاء الله حتى يتحمروا فتيوته، وديك الساعه ان شاء الله نكملوا باقي المراحل. وعندي هنايا الفلفله حمراء والبصل، هادو غنخليهم بلا ما غندخلهم من الفران ني والو، غنعملهم مباشره من فوق منه. عندي هنايا زلافه ديال دقيق الشوفان، انا جبت الشوفان وطحنته، يعني عندي واحد زلافه. وعندي هنايا واحد المعلقه ستيتوا ديال الخميره بلديه، يعني اللي بغى يعملها يعملها، اللي ما بغاش ما يعملهاش. وعندي واحد معلقه ديال الخميره ديال الخبز. وعندي هنايا 2 معالق زيت الزيتون، وعندي واحد الفتيوته ديال الزعتر والفتيوته ديال الملح. بسم الله على بركه الله. دابا غنبداو نعملوا العجينه ديالنا. اول حاجه غنعملوا هنايا الدقيق ديالنا، بسم الله، ديال الشوفان، غنعملوا عليه فتيوته ديال الملح. الانسان يعمل دائما الملح على قدر القياس اللي خصو. بسم الله. ونعملوا هنايا 2 المعالق ديال زيت الزيتون، ونعملوا هنايا فتيوته ديال الزعتر، ونعدلوها هنايا بهذا القياس هذا صافي. وغنعدلو هنايا الخميره ديالنا اللي قلت لكم بلديه واحد شويه، وعندي هنايا خميره ديال الخبز صافي. دابا غنحركوا المكونات ديالنا كاملين، بسم الله هكذا. دابا غنجيب واحد الكاس ديال الماء دافي وغنعجنوها. دابا غنخويو الماء دافيين ديالنا، شتيتو نبداو نخويو الماء ديالنا هنايا، شتيتو وحنا كنعجنو هكذا، نبقاو نعجنو هكذا. المهم بحال اللي كنعجنو الدقيق عادي، حنا كنعجنو هكذا مزيان، نعجنو ندخل فيها الماء صافي، وحتى نعملها على شكل كويره ونوريكم شنو غنعمل. بعد دابا ما عجناها، دابا غنلويوها ونغطيوها بالسلوفان ونخليوها واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه حتى دارت حفتيوته، عاد نطلقوها. دابا جبنا ديك العجينه ديالنا وطلقناها هنايا، طلقتها هنايا فوق هذا الكاغي ديال المطبخ صافي، وعملت هذوك التقيبات. ودابا ان شاء الله غنخليها جانبا حتى نوجدوا داكشي ديالنا اللي خصنا. شنو عندي هنايا في المقادير؟ عندي هنايا شويه ديال الكفته طبعا ديال البقر اللي زعما اللي صحيه اللي ما فيهاش الدهن. داك عندي البرنجان اللي كنت عملته في الفران هو والقرع. وعندي هنايا فلفله حمراء والبصل، هادو ما عملتهمش في الفران، بغيتهم يبقاو هيدا. وعندي هنا شويه ديال لاصوص ديال البيتزا اللي جبت مطيشه وحكيتها مع فتيوته الزعتر مع فتيوته زيت زيتون مع فتيوته ديال الابزار، وعملتها كطيب وصفيتها مزيان. هي هذه. دابا بسم الله على بركه الله. اول حاجه دابا غنعملوا المراحل ديالنا باش نعدلوا البيتزا ديالنا. دابا غنعملوا لاصوص ديالنا، هي الاوليه غنفرغها هنايا ونفرغها هيدا ونعوضها. من بعد ما عملت المطيشه ديالنا، بسم الله، دابا غنبدا نعمل البرنجان ديالي اللي عملت قبيلاتي. غنبدا نستفو هنايا اللي عملته في الفران. هذا دابا عندي محمر مشوي في الفران، يعني اللي بغى يشوي في الفران يشوي، اللي بغى يشوي في البانيني يشوي. دابا هذا غنستفو هنايا البرنجان ديالي، دابا غنعملو هو من تحت لانه مشوي. انا استفت البرنجان ديالي هنايا. دابا غنعمل القرع ديالي هنايا فوق منه. بعد ما استفت القرع ديالي فوق البرنجان، دابا غنرش الكفته ديالي هنايا فوق منه، بسم الله. من بعد ما رشيت الكفته ديالي، بسم الله، دابا غنرش البصل. دابا هادو غنعملهم من فوق لانني ما حمرتهمش قبيلاتي، يعني ما شويتهمش، باش ملي ندخلهم الفران يجيو هما الفوقانيين صافي. دابا غنعمل الفلفله ديالي، الفلافل اي لون عندكم الفلفله عدلوه. انا عملت خضراء وحمراء عندي هنايا.
ودابا غنتقلوا باش نوجدوا كريمه ديالنا اللي غنعملوها فوق البيتزا ديالنا. ها هو ملي استفنا على المسائل صراحه كتجي غنيه وعامره بالخضر وبالحاجه اللي صحيه 100%. دابا غندوزو شنو عندي في المقادير الكريمه. عندي هنايا واحد البيضه، وعندي هنايا هاد الياغورت طبيعي بلا سكر، وعندي هنا نص كاس ديال الحليب طبعا اللي خالي الدسم اللي 0%. هو هذا اللي كنستعمل ديال الدهون وديال السكريات وديال كلشي. بسم الله على بركه الله. دابا غنبدا هنايا. اول حاجه غنعمل هنايا البيضه ديالي. بسم الله. غنعمل عليها ياغورت ديالي. دابا من بعد ما فرغت بسم الله غنبقى نخلط مزيان مزيان مزيان. وهاد نص كاس د الحليب اللي قلت لكم عندي يعني ما غيدخلش كامل، غنبقى نعدل تنشوف القوام ديال هاد الخليط اللي عندي. دابا غنعمل قطيره ديال الحليب. بسم الله صافي. وغنحرك يعني تنشوف القوام اللي خصني انا. صافي كنشوف انا هو هذا. اذا اللي بغيت انا يعني نخلي 4 كاس صافي. وين نخلي يعني تخلي 4 كاس بحال اللي كتشوف. صافي صافي. دابا هذا ونفرغو من فوق البيتزا ديالي. صافي ساليتو. بسم الله. دابا غنفرغ الخليط ديالي اللي عملت بسم الله فوق من البيتزا ديالي. من بعد ما فرغته دابا غندخلها للفران. دابا في اخر مرحله غنرش عليها فتوته ديال الزعتر هما كيف ما كتشوفوا، وغنعمل عليها قطيره ديال زيت الزيتون من فوق. صافي. دابا غندخلها للفران ان شاء الله يا رب. هي من بعد ما طابت لي مزيان الخضيره ديالي زدت عاود خلطت واحد ياغورت طبيعي عاوتاني وعملتهم فوق منها. دابا هذه في المرحله الاخيره. دابا غنسكيها في الفران غير 1 2 دقائق ولا شي حاجه ونخرجها.